النني بيلعب في منتخب مصر ازاي، واسباب سوء مستوى النني ومواصفات النني، وليه الكل بيهاجم النني لا خلاف عليه على شخصيته، انه راجل متدين وراجل محترم جدا، مفيش خلاف على كده. لكن لو جيت تبص على سوء مستوى محمد النني مع منتخب مصر، هتلاقيك بتجيب لاعب من مبطل كوره او ما بيلعبش نهائي مع ارسنال، مفيش عنده لياقه بدنيه، مفيش عنده قوه في الالتحامات، مفيش عنده سرعات، مفيش عنده اي اداء مع فريق ارسنال من البدايه اصلا، انه بيبدا او ما بيبداش، هو دايما خارج القايمه. وبتيجي فجاه تقول للاعب ده تعالى العب في منتخب مصر في نص الملعب اللي هو اهم مكان في المنتخب او اهم مكان في الملعب، العب في منتخب مصر في درجه رطوبه بتوصل لل80، في درجه حراره بتوصل تبقى عاليه جدا، مع ان انت كمان بتلعب في ملاعب ارضيتها مش هي الافضل، بتلعب في اجواء صعبه جدا، وانت اصلا ما عندكش عامل بدني ولا عندك لياقه بدنيه. بس احنا قررنا ان احنا ندفع بيك تبقى في مركز رقم 6 اللي هو اهم مركز في مكان نص الملعب، بتسلم وتستلم للامام، بتفسد هجمات الخصم، ومفروض ان انت كمان زي ما قلت بتبني الهجمه. طب هل النني في المواصفات دي حتى لو هو لياقته البدنيه ما بتسعفوش انه يقدم ال90 دقيقه او يقدم اداء طيب، واحنا ظالمينه انه لاعب كان مبطل كوره او لاعب بره على الدكه مع ارسنال بيجي يشارك واحنا افحمناه داخل الملعب وبنظلمه؟ النني لو جيت تبص حتى قبل او هو بيشارك مع ارسنال او بيشارك في اي نادي، شوف مواصفات النني، هتلاقي النني لا بياخد الكوره التانية ولا بياخد الكوره العاليه ولا بيعمل تاكلينج على الارض ولا بيعمل اسبرنت سريع ولا بيعمل بلوك وبيمشي في الملعب يزك. ده اسلوب لعب النني، يلعب في شعره شويه، لكن الموضوع مش تريقه على النني، الموضوع فعلا ده حقيقه. النني بيمشي في الملعب بيزك بشكل كبير جدا. لاحظ في الدقيقه 5 هتلاقي ان النني فيه كوره ما بينه وما بين لاعب غانا، وبيجي امام عاشور من خلف النني بمسافاته وبيقدر ان هو يدخل مع اللاعب ويعمل سبرنت عليه، عكس النني اللي مفيش عنده سبرنت عالي خالص ولا قوي، ويدوب التدخل بتاعه في الالتحامات بيكون ضعيف جدا، بيقع من اقل لمسه، في الكره العاليه ما بياخدهاش، في الكره الثانيه ما بياخدهاش، في البلوك اللي بيعمله قدام اي لاعب بيسدد على مرمى المنتخب ما بيعملش بلوك. فالنني مشاركته في المنتخب بتكون ظالمه جدا للمنتخب، وظالمه ان النني انت بتخسر مكان في نص الملعب او بتخسر لاعب في المكان ده يقفل لك العمق يبني الهجمه، وده مش موجود اصلا في منتخب مصر ان انت يكون عندك لاعب بيبني الهجمه من تحت. اذا انت ما بتعتمدش على بناء الهجمه من مركز رقم 6، لان ده مش اسلوب لعبنا، وما عندناش اللاعب ده بعد غياب كوكا عن المنتخب او عن الاهلي، هو اللاعب اللي بشوف فيه الميزه دي. يبقى النني بالنسبه لنا كده نقطة، ومن أول السطر نقطة، وما يشاركش تاني نقطة، وكفاية على النني. كفاية إن أنت يا مدرب فيتوريا تعاند فينا، وكفاية إن أنت بتحرق في النني وبتحط اللاعب ده في مركز رقم 6 اللي هو المركز المهم بالنسبة لك، وفي نفس الوقت أنت بتقضي على اللاعب بشكل أنت مش واخد بالك منه. إن الجمهور كله لو امبارح على القهوة هتلاقي كله كان بيغلط في النني، كله ما كانش حابب وجود النني في المنتخب، مش حابب وجوده اساسي. النني محتاج شغل بدني كتير جدا، محتاج شغل فني كتير جدا قبل ما تدخله في تشكيله المنتخب المصري. لو جيت تبص على البدايل هتلاقي عندك حمدي فتحي يلعب مركز رقم 6 مرتاح جدا، وهو رقم 1 بالنسبه لي، وقلت الكلام ده قبل كده. انت كده ما بتبديش الهجمه من تحت، ما بتبداش الكره من تحت من منعم لمثلا لاعب نص الملعب وبعد كده هو يطلع على المهاجمين. عندك مروان عطيه المتالق بشكل كبير جدا مع الاهلي، يقدر يقفل لك عمق الملعب. عندك حلول كتير جدا، منها لو انت هتسألني عن رأيي هبني الهجمة من تحت، ومحتاج لاعب يكون قوي جدا بدنيا ولاعب عنده الالتحامات قوية ويقدر يقطع الكرة. ممكن اشوف احمد سيد زيزو في المركز ده في مركز رقم 6، ومتأكد ان احمد سيد زيزو هيكون افضل في بناء الهجمة. ممكن يكون في الكرات العالية مش هيبقى افضل، لكن في بناء الهجمة ممكن احمد سيد زيزو يقدم الاداء ده افضل من النني بمراحل، نظرا لقوته البدنية، نظرا لسرعته، نظرا كمان لان احمد سيد زيزو زي ما قلت عنده قوة الالتحامات قوية جدا، ولاعب يقدر ان هو يفيدك في المكان ده. فاذا عندك حمدي فتحي في المركز ده رقم 1. رقم 2 مروان عطية. لو هتخرج بره الصندوق ومش مفيش عندك حلول، ممكن احمد سيد زيزو، ده حل مش حد كله هيستغربه ومحدش هيفكر فيه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ده اسباب سوء مستوى النني مع منتخب مصر. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.